اهلا بكم حبايب قلبي، طلاب تالتة اعدادي الابطال. النهارده هشرح لكم اسم الفاعل. عليكم الترم ده المشتقات كلها، زي اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة كده. وان شاء الله هعمل لكم بعد ما اخلص المنهج بتاع النحو كله، هعمل لكم فيديو في الاخر ازاي توزنوا الكلمة وتعرفوا اذا كانت اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغة مبالغة وانت قاعد في الامتحان، علشان ما تاخدش وقت كبير وتوفر وقت لأسئلة تانية صعبة. المهم نبدأ في درس النهاردة ونقول دعاء المذاكرة: اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الفهم والحفظ والعلم. اسم الفاعل ده بيتبني أو بيتعمل أو بيتوزن من فعل مبني للمعلوم. يعني فعل مش مبني للمجهول، يعني انا وانا بتكلم انا عارفة مين اللي عمل الفعل ده، مش حاجة، مش حد مجهول بالنسبة لي. ده بيوصف حاجة، زي بيوصف حاجة في حد، زي الشخص ده فاهم. فاهم هنا اسم فاعل، دي تعتبر صفة لحد انا بوصفه بان هو فاهم. او من قام بالفعل. إيه اللي عمل الفعل ده؟ مين اللي عمل الفعل ده؟ من قام بالفعل، زي انا بسأل وبقول اين الشخص فلان، وبوصفه بوصف معين. يعني انا بقول فين الراجل الطويل الاسمراني، حد قدامي هيقول لي ده الراجل اكل التفاح هناك، حد واقف اهو بياكل التفاح هناك. اكل ده هنا ده فعل هو بيعمله، هو واقف بياكل، فالشخص اللي قدامي ما يعرفش هو مين ده، فبيقول لي هو اكل التفاح هناك. زي من قام بالفعل، هو زي فعل اكل. واسم الفاعل بيتقسم لاتنين: ثلاثي او غير ثلاثي. ثلاثي اللي هي الفعل بيتكون من 3 حروف. غير ثلاثي هنا بيتكون من 4 حروف او اكتر، 4 او اكتر. زي نجح، زي دعا، 3 حروف. وغير الثلاثي زي اخلص. اخلص هنا 4 حروف، وممكن يكونوا 5 زي تقدم. اللي هيشوف تقدم هنا يقول لي طب ادي 1 2 3 4، 4 حروف. بس انا هقول لا، دول 5 حروف. ازاي؟ الدال هنا عليها شدة. لو احنا عارفين ان لما بنيجي ننطقها هنقول تا قد دم. لو قطعنا الكلمة احنا بننطقها تقدم، هنا هننطق الدال مرتين. طالما نطقنا الدال مرتين تبقى بتتحسب بحرفين، فهنقول تقدم هنا ده فعل خماسي، واخلص هنا ده فعل رباعي. وفعل سداسي فيه 6 حروف زي استخرج، ده فعل 6 حروف. لو جينا نعدهم 1 2 3 4 5 6. طب وانا في الامتحان مديني فعل، عايزة احوله لاسم فاعل.
اعمل ايه؟ اول حاجة اجيب الماضي. لو مثلا اداني فعل مضارع زي يأكل، هنا انا منفعش خالص احوله لاسم فاعل على طول، ما ينفعش. لازم اول حاجة اجيب الماضي منه واعده. اعد ليه حروف الماضي؟ لان حروف الماضي دي هي الاصل، هي عدد الحروف اللي هصيغ منه اسم الفاعل، اللي هحول منه الفعل ده لاسم فاعل. هيبقى أكل. الماضي من يأكل أكل، لو جينا عديناهم هنلاقيهم 3 حروف. فأنا كده هصيغ من الفعل ده بطريقة اسم الفعل الثلاثي. يبقى أول خطوة عندنا أجيب الفعل الماضي وأعد الحروف بتاعته. لو بتساوي 3 يبقى ايه؟ الثلاثي. لو مش بتساوي 3 يبقى غير ثلاثي، اللي هي 4 رباعي أو خماسي أو سداسي، اللي هي زيادة عن 4، يعني 4 وأعلى من 4. هنعمل ايه بقى لو جبنا الفعل وعديناه وطلع 3 حروف؟ هنصيغه من اسم الفعل الثلاثي. نجيب الطريقة دلوقتي. اسم الفعل الثلاثي بيتوزن على وزن، يعني بيتعمل على وزن كلمة فاعل. الكلمة دي الفعل هحوله لفعل. حد هيقول مش فاهم، هفهمك اكتر. الكلمة دي لو جينا نقطع حروفها هنقول الفاء والعين واللام. عايزين نحولها لاسم الفاعل. هنحولها لاسم الفاعل ازاي؟ هنقول الفاء عادي هننزلها، بعد كده هنحط هنا الالف، بعدين هننزل الباقي زي ما كان تاني، وادي العين وادي اللام. يعني الفعل اللي عندي اللي فيه 3 حروف هو بس هزود فيه الالف. بمعنى مثال كلمة اللي هي أكلة، الألف والكاف واللام أكلة، عايزة أحولها لاسم فاعل. هنزلها زي ما هي بالظبط، هقول الألف، والألف اللي هي دي هتنزل ودي هتنزل. الف اهي، ده اللي هصيغ منها فعل. هجيب أي فعل ثلاثي، الفعل الثلاثي اللي هو كان مدوني في الامتحان هجيبه هنا، وأهم حاجة يكون ماضي. أجيبه وهوزنه على اسم الفاعل. هنقول الفاء هتنزل مكانها ألف، والألف ده ثابت في كله هينزل، والعين دي اهي العين مكانها الكاف، واللام مكانها اللام. فهتبقى اهي الكلمة الجديدة اللي على وزن اسم الفعل اللي هي آكل. أفهمكم النظام بس أشرح الأول بس. لو جينا مثلا لكلمة نجح، يلا نقطعها، النون والجيم والحاء زي نحولها لاسم فاعل. هنعمل ايه؟ هننزل النون زي ما هي، وهنا هنحط الألف، بعد كده هننزل باقي الحروف زي ما هي، الجيم والحاء، فهتبقى ناجح. عندنا بقى من الفاعل ده، من اسم الفاعل كذا شكل، وانا بحاول هيقابلني. هنا لو بصينا بقت عادية، كل الحروف نزلت في مكانها، ما اتدمجتش مثلا زي هنا. في اشكال تانية اقولها لكم دلوقتي.
لو جينا خلاص احنا عرفنا، ادي كده رقم واحد، عرفنا نجح. لو جينا نصيغها هتبقى ناجح. رقم اتنين أكل. ليه بقت آكل؟ أكل بقت آكل ليه؟ علشان الألف بتاعت أكل الأصلية اللي هي أكله، ده الفعل العادي، عايزين نحوله لاسم فاعل، فهتبقى الألف والألف اللي المفروض ننزلها والكاف واللام، دول ألفين ما ينفعش الشكل ده في اللغة العربية، ما ينفعش كده كده، ما ينفعش آكل كده، غلط. فهنعمل ايه؟ هندمج دول، ما ندمجهم هتساوي الألف دي، يعني اما نجمع الألف اللي عليها همزة والألف دي هيساووا الألف دي، فهتبقى آكل بالشكل ده، عليها ألف عليها كده كده، دي اسم فاعل مش فاعل، خلوا بالكوا عشان بيلعب كتير بالأشكال في الامتحان. رقم 3، الشكل رقم 3 الفعل قال، ده فعل ماضي عايزين نحوله لاسم فاعل. نيجي كده على جنب، ادي القاف والالف واللام بتاعت قال العادية نحولها لاسم فاعل، هتبقى قاف، وهنزود لها الالف اللي بننزلها على طول زائد الالف بتاعتها زائد اللام. فهتتعمل ازاي؟ ما ينفعش الالفين يبقوا كده، فهنعملها ازاي؟ هتبقى كده اهو، عشان في نص الكلام في لام لازقة فلازم تبقى كده، طالما في حرف لازق فيها فهتبقى كده، وادي اللام في حرف لازق فيها هتبقى كده، فهتبقى من قال لقائل، زي كلمة سألة. عايزين نحولها هتبقى سائل. مثال رقم 4، لو الكلمة عليها شد، اتفقنا الكلمة اللي عليها شدة بتتحسب بحرفين، يعني الفعل ده فعل ثلاثي مش حرفين، ده فعل ثلاثي فيه 3 حروف. رد، كلمة رد هنا عايزين نحولها لاسم فاعل، هنعمل ايه؟ هنبقى عاملين كده، ادي اول حرف ونحط لها الالف اللي بنحطها زائد اخر حرفين اللي هي الدال والدال، اللي هي اساسا الدال اللي عليها شدة، فهتبقى رادد. وزي صدة عايزين نعملها برضو، نعمل ايه؟ نحط اول حرف ادي الصوت زائد الالف اللي بنحطها زائد الحرفين اللي هم عليهم شدة دول، بس هما طالما حرفين شبه بعض هيدمجوا تبقى ايه؟ كلمة واحدة حرف واحد بس عليه شدة بيتحسب بحرفين، هتبقى صادد. نيجي بقى سوري يا جماعة الكاميرا فصلت فهشرح لكم تاني. هنيجي على المثال رقم 5، الشكل رقم 5 من اسم الفاعل، كلمة دعاه. دعاه ليه لما هنحولها تبقى داعي؟ ليه؟ الفعل اللي اخره الف هيتحول تلقائي كده، او هيتحول في اسم الفعل تلقائي كده. ليه هيتحول تلقائي كده؟ ليه؟ دي قاعدة ثابتة عشان تسهل النطق، يعني بدل ما اقول داعية مش مريحة للسان حتى هنقول داعي، فهتبقى داعي. بس خلي بالكم
ما تتكتبش داعي من غير نقطتين، تكتب داعي بنقطتين. لو جابهالكوا في الامتحان في الاختيارات من غير نقطتين يعني واختيارات تانية غيرها، خلاص ماشي اختاروا دي. بس لو جاب نفس الكلمة وحد قال اصل الامتحان فيه غلطة وجم وقالوا لا الامتحان ما فيهوش غلطة، معنى كده ان في تركة في الموضوع مش واخدين بالكم منها. تبقى ايه؟ تبقى ان مثلا النقطتين اللي تحت داعي مش موجودة في اختيار، موجودة في اختيار تاني. النقطتين اللي تحت داعي هي اللي صح، ما ينفعش تتكتب من غير نقطتين. ليه؟ لان اللي من غير نقطتين دي يه لينة، يه بتتنطق ألف، زي منى، زي كلمة منى. اليه هنا دي مش يه، مش من حروف الأبجدية، دي يه بتتنطق ألف، بنقول منى بتتنطق ألف. ما تنسوش التركية دي. بعد كده نروح على اسم اسم الفاعل غير الثلاثي. تاني حاجة اسم الفاعل غير الثلاثي، زي اللي كنا واخدينه من شوية. أخلص، أخلص ده هنا فعل رباعي، عايزة أحوله لاسم فاعل. هعمل ايه؟ هي خطوات ثابتة احفظوها كده. ايه هي؟ أول حاجة الفعل هحوله لفعل مضارع، لو هو فعل مضارع سيبوه، لو هو فعل ماضي أو أمر حولوه لفعل مضارع. بعد كده حرف المضارعة أعمل فيه ايه؟ أقلبه ميم عليها ضمة زائد قبل الآخر مكسور. قبل الآخر نعتبر إن دي آخر 3 حروف في الكلمة. ده الحرف، ده حرف وده حرف وده حرف، نعتبر كده ان ده الحرف الاخير اللي قبل الاخر بتاعه اللي هو اللي في النص ده عليه كسرة. هعملها ازاي؟ الفعل اخلص فعل ماضي اوله لفعل مضارع، اعمل ايه؟ يخلص، كده بقى فعل مضارع. حرف المضارعة بقى اللي هو اللي يهدي هقلبه ميم عليها ضم واحط الحروف عادي. الحرف اللي قبل الاخير اللي هو ده بقى حط عليه كسرة، هتبقى مخلص. طب لو جينا لفعل خماسي اللي هو زي اللي واخدينه من شوية برضو تقدم، هنحوله لايه؟ هنحوله لمضارع يتقدم. هنقوم قلبين حرف المضارعة ميم مضموم ونكسر ما قبل الآخر متقدم. يلا بقى اعملوا دول لوحدكم. الفعل الخماسي استخرج، ده فعل خماسي. اقفلوا الفيديو وجربوه لوحدكم وارجعوا شوفوا اذا كنتوا حلتوه صح ولا لا. هنعمل ايه؟ هنحوله لمضارع. استخرج ده فعل ماضي هنحوله لمضارع هيبقى يستخرج. هنقوم قلبين حرف المضارعة ميم مضموم وكسرين ما قبل الآخر الحرف اللي قبل الحرف الأخير مستخرج. اللي عملها صح يكتب لي تحت في الكومنتات. دلوقتي هعلمكم تركاية وملحوظة
حلوة قوي، يعني مش كله عارفها او بتاعت متفوقين. لو جينا للفعل انقذ او اي فعل، بس لو جينا للفعل انقذ فعل ماضي، عايزين نحوله لفعل مضارع. ينقذ هو اصلا، هو لو جينا نعده 1 2 3 4 ده فعل رباعي، هنحوله لمضارع عشان عايزين نحوله اسم فاعل، هيبقى ينقذ. هنقلب حرف المضارعة من مضموم، منقذ. منقذ وقبل الآخر مكسور. هل بقى لو احنا جينا عملنا كده منقذنا، لو جيت اديهالك كده في الامتحان من غير تشكيل، هيديهالك كده، هو هيكتبها لك في الامتحان كده منقذنا. هيقولك طلع اسم فاعل مثلا من القطعة مثلا، ومديك دي، هل دي اسم فاعل؟ هنقول ليه؟ لان النادي دي ضمير متصل، واحنا الت المربوطة او الضمائر المتصلة او اللي هي حروف التثنية اللي هي اليه والنون او الواو والنون او الالف والنون او الالف والت، ايا كان بقى، جمع مثنى، جمع مؤنث سالم، هتبقى ايه؟ هتبقى دول مش هيتحسبوا، دول كده مش محسوبين في الكلمة، فهتبقى هتبقى منقذ دي اسم فاعل عادي خالص، والضمير ده هيتعرب. كنت هقول لكم نادي تتعرب ايه، بس مش هقول، اللي هيعرف يبعتلي تحت في الكومنتات وانا هرد على الحل الصح. ماشي. منقذ هنا دي اسم فاعل. لو مثلا اداك في الامتحان مثلا مخلصة او فاهمة، ايا كان، دي اي زيادات على الفعل الاصلي ملهاش لازمة، كأنها مش موجودة، ما نعدهاش. ماشي. ده معناه ان اسم الفاعل عادي خالص، اسم الفاعل لو جينا للفعل فاهم عايزين نحوله المؤنث عادي فاهم، عايزين نحوله لجمع مذكر فاهمون او فاهمين او فاهمان لجمع للمثنى، فاهمان للمثنى عادي خالص يتشكل عادي. نيجي بقى على اهم من هنا لبكره، اهم تركية بيحبها جدا في الامتحان وبيحب يلعب بيها جدا وبتوقع طلبة كتير جدا، اللي هي الاسم المنقوص. اسم المنقوص ده الاسم اللي اتشال او اللي اتحذف منه حرف، طبعا انتوا عرفتوه اللي هي اليه.
زي كلمة قاضي. قاضي ممكن تتكتب كده وممكن تتكتب قاضٍ. هو بقى بيحب الحاجات دي كتير قوي في الامتحان وبيكررها كتير، وطلبة كتير مش بيفهموها قوي وبيقعوا فيها، بس ان شاء الله انا هشرحها لكم بطريقة سهلة. لما نقول قاعدة ثابتة، قاعدة ثابتة كده، لو اسم الفاعل فيه ال، لو لازق فيه ال، وهفهمكم واحدة واحدة دلوقتي، او معرف بالإضافة، يعني في ال او بعده مضاف اليه، حاجة من دول، مش لازم الاتنين، ما ينفعش الاتنين. فيه ال يعني الكلمة فيها ال، او الكلمة نكرة وجاي بعدها كلمة فيها الف ولام، فاللي بعدها يتقلب مضاف اليه. ماشي. هنا في الحالة دي، في الشرط ده، مش هتحذف الياء. لو اسم الفاعل جه لو اسم الفاعل جه نكرة مرفوع او مجرور، لو اسم الفاعل ده جه نكرة مرفوع او مجرور، في الحالة دي نحذف الياء. بمعنى هقول لكم حالا، هشرح حالا. انا مثلا لو جيت قلت رأيت القاضي، هنا الياء اتثابت ما اتحذفتش. امتى نحذفها؟ لو كلمة ما فيهاش القلب، او لو ما جاش بعدها كلمة مضاف اليه. يعني لو قلنا ذهب قاضي المدينة، هنا قاضي دي نكرة والمدينة دي معرفة، اذا دي هتساوي مضاف اليه. ذهب فاعل، قاضي ده اسم فاعل، المدينة مضاف إليه. هنا اسم الفاعل جه نكرة وبعده مضاف إليه، طالما جه نكرة وبعده مضاف إليه يبقى اليه تتساب. لو جه بقى مثلا نكرة، لو جيت قلت سلمت على قاض، اليه لما بتتحذف بيتعوض عنها بالتنوين، تنوين الكسر ده. سلمت على قاض، هنا قاض اتحذفت منها اليه لان هي النكرة، ادي اول حاجة، مجرورة، حرف الجر وهي اسم مجرور، فهنا اسم الفاعل جه نكرة مجرورة، هنا اتحذفت منه الياء، هنا الياء هنحذفها. لو جيت قلت ذهب قاض إلى المحكمة، ذهب هنا فاعل، قاض اسم فاعل، اسم فاعل مرفوع لأن هو كده اللي عمل الفعل، هنا القاضي هو اللي ذهب، فطالما مرفوعة حققت ان هي نكرة ومرفوعة يبقى هنحذف الياء. لو جيت قلت بقى رأيت
قاد. هنا رأيت، هنا ما كملتش، لا حطيت تحتها تنوين كسر، يه عليها تنوين كسر، ولا حطيت كملتهاش بتنوين كسر. دي مش يه يعني، دي مش دي تكملتها كده، الضاد تكملتها ما كملتهاش. هنا رأيت قاد، هنا هيتحط تحتها تنوين كسر ولا هيتحط عليها يه؟ وليه؟ اللي عارف يوقف الفيديو ويحل، واللي يحل صح يقولي تحت في الكومنتات. هتبقى رأيت قاضي. ايه ده ليه؟ اشمعنى هنا جت نكرة؟ ليه بقى؟ لان رأيت هنا فعل رأى فعل، والتاء تاء الفاعل. انا اللي شفت، ايه اللي شفته؟ القاضي. هنا القاضي مفعول به، طالما القاضي مفعول به يعني لا مرفوع ولا مجرور، تبقى اليه موجودة، تبقى اليه موجودة. وبكده يكون خلص درس النهاردة. اشوفكم في درس جديد، مع السلامة.